ايه اللي انت كاتبه ده يا عم؟ ده تاني مقال عن مؤتمر العالم الفقير. وده برضه كلام معقول يا شكري؟ ده كلام مش من عندي، دي تقارير لعلماء كانت في المؤتمر. ما هي دي المفاجآت اللي قلت لك عليها. الكوارث الطبيعيه هيحولوها لكوارث صناعيه؟ يعني ايه؟ يعني زلزال صناعي يدمر العالم، طوفان صناعي يغرق الدنيا. يعني على سبيل المثال يجوا فوق بركان خامد ويرموا قنبلة ذرية تتسبب في زلزال صناعي يدمر كل شيء. معقول؟ ده تقرير سري حصل عليه علماء من زملاء ليهم في نفس الدول اللي بتبحث الحكاية دي. وليه؟ هي الحروب مش كفايه؟ لا مش كفاية. الدول دي بتفكر في وسائل جديدة تانية مبتكرة عشان يخفوا العالم، يتخلصوا من الأزمات اللي ممكن تحصل نتيجة لمشاكل العالم الثالث. ده جنون يا شكري. ويا الحرب دي أصلا مش جنون، الحرب اللي ممكن تقضي على الكل في لحظة مش جنون. الحرب ده شيء منذ الازل ولها قوانينها، لكن يعملوا كوارث صناعيه للتخلص من البشر؟ لا لا لا. ايوه بس ده كلام مش رسمي، مفيش حد اعلن عنه خالص. هو في حد أعلن عن القنبلة الذرية لغاية ما فجروها في اليابان؟ مش يمكن مجرد شكوك ملهاش اي اساس؟ كل شيء يحيط به الشكوك في عالم اليوم يا أستاذ عبد العزيز، وبالذات بالنسبة للي بيدبروه للعالم الثالث المسكين. اقتصاد العالم الثالث بيتأمروا عليه، أمن العالم الثالث بيتأمروا عليه، وممكن يوصل الأمر لوجوده من عدمه. يا ساتر على